لما تقولي لهم هاتوا لي بطاطا عشان اشويها لكم وتلاقوهم جايبينها بالحجم ده وبالشكل ده، هنرميها؟ لا طبعا. هنعمل ايه؟ هنمسكها نغسلها كويس جدا تحت الحنفيه كده ميه جاريه، غسله كويسه محترمه لغايه ميتها ما تبقى زي الفل. ونروح بقى نجيب حله، نحط فيها ورقه زبده من تحت ونرشها رشه ميه كده معتبره، او خدي الورقه ويعني ايه بليها تحت الميه نفسها بتاعت الحنفيه. تمام. وهنبدا نرص البطاطا في الحله كده زي ما احنا شايفين، برضو جنب بعضها كلها، وبعدين ننزل عليها بورقة تانية من ورقة الزبدة اللي برضو ممكن نبلها تحت الحنفية أو نرشها بالرشاش بتاع المية بالشكل ده. تمام. وهنروح بقى ناخدها نغطيها ونحطها على عين البوتاجاز فترة كده صغيرة لغاية ما نبدأ نلاقي طالع منها بخار. في الحالة دي هنديها رشة مية خفيفة ونغطيها ونوطي عليها النار جدا ونسيبها مع نفسها بقى تستوي على البخار. طبعا يا جماعة البطاطا بالطريقة دي صحية جدا ومفيدة جدا و... وطبعا المفاجأة بقى ان احنا بعد ما نعملها بالطريقة دي هناكلها بقشرها مش هنقشرها. اولا لانها رفيعة فمش مستاهلة تتقشر. ثانيا لو كنا حطيناها في الفرن كانت هتنشف وما كناش هنلاقي فيها حاجة. ثالثا الفوائد اللي فيها لما ناكلها بقشرها يا جماعة مش طبيعية. اللي عندك الألياف اللي موجودة في القشرة دي بتحسن الهضم وبتمنع الإمساك وبتدي إحساس بالشبع لفترة طويلة، بتنظم سكر الدم لأنها بتبطئ من امتصاصه. وكمان فيها مضادات أكسدة. القشرة بتاعتها فيها مضادات أكسدة لأن وبتقوي المناعة وبتحمي الخلايا وبتقلل الالتهابات، حاجات كتير جدا. وبعدين كمان فيها فيتامين اي وفيتامين سي وبوتاسيوم. وطبعا الحاجات دي كلها بتعمل على تقليل الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، بتدي نضارة للبشرة وبتقلل علامات الشيخوخة. تصوروا كل ده في قشرة البطاطا اللي احنا كنا بنرميها وبنستهتر بيها دي. يعني بجد أتمنى بعد كده محدش يرمي قشر البطاطا ده خالص. اغسلوه أهم حاجة كويس بس، وتتشوي وتتاكل بالطريقة اللي أنا بقول لكم عليها دي. بجد تحفة روعة. أتمنى يكون الفيديو البسيط ده اللي فيه معلومة سريعة وعلى الماشي ده عجبكم. شايفة ما شاء الله البطاطا نفسها اتكرملت في السكر اللي نازل منها. في ناس ما بتحبش تاكلها كده ساده، بتحب تجود بقى شويه وتعملها بطاطا في اي بي. انا عامله لها فيديو قبل كده موجوده على القناه، في يعني عاملينها باكتر من طريقه وبطعم مختلف وجميله جدا. بس انا بصراحه لقيت البطاطا دي مسكره قوي لدرجه ان استخسرت احط عليها اي حاجه. هي مع نفسها كده ولوحدها عامله شغل جامد. اتمنى تجربوها بجد بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. اولا هتوفر معاكي في الوقت، هتقومي بسرعه بس تغسليها غسله كويسه وتحطيها في الحله تستوي كده على البخار مع نفسها. ولا هتقعدي بقى تحطيها في الفرن وتقعدي كل شويه تقلبي الناحيه دي والناحيه دي ابدا. هي زي الفل من ساعه ما تحطيها وتوطي عليها النار لما يطلع كده منها البخار، خلاص هتسيبيها تبدا تستوي على البخار بقى وهتبقى معاكي روعه. طعمها حلو جدا طالما انت غسلاها كويس ومتاكده ان بالفرشه بتاعه الخضار كده قمتي معاها بالواجب فاصبحت القشره بتاعتها نظيفه زي الفل. تمام. هتاكليها وانت قلبك جامد. تخيلوا القشرة اللي احنا بنرميها دي فيها الفوائد العظيمة دي كلها. في حاجات كتير جدا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها فايدة من أول القشرة لغاية الثمرة بتاعتها من جوه. مش عايزين نرمي الحاجات دي، عايزين نستفيد بيها عشان نبعد عن الأدوية والحاجات الكيميكالز دي اللي بتودي الناس في ورا الشمس. فيا ريت الحاجات الطبيعية دي نهتم بيها وناخدها كده بعين الاعتبار، لأن بجد خسارة. واحنا يعني المستفيدين في الاول وفي الاخر من غير ما نلجأ للادويه والعلاجات والكلام ده. اتمنى الفيديو ده تشيروه عشان انتوا اولا تستفيدوا وغيركم يستفيد. ان احنا ما نرميش قشر البطاطا بعد كده، ده يتغسل ويتاكل كويس جدا مع البطاطايه كده بحالها. اللي طعمها مسكر هتاكليها كده بالسكر بتاعها ما تضيفيلهاش اي حاجه. اللي مثلا عايزه لقيتيها شويه دلعه حط لها بقى قرفه وعسل نحل، حط لها مكسرات، حط لها زبده فول سوداني. هتدي معاكي نتيجه هايله وهتخلي طعمها حلو جدا. شايفه القشره متكرمله مع البطاطايه، يعني بجد تفتح النفس. وبعدين في الجو بقى البرد ده الصبح وبالليل كده وهي مدفيه الدنيا بصراحه طعمها هو الاروع. وانا اسفه ان طولت عليكم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.